السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل القرنبيط هعمله بطريقتين، وانا بفضل طريقة البانيه، وفي ناس برضو بيفضلوه بطريقة الزهرة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بنجيب قرنبيطة وسط. معايا هنا البهارات، معايا كمون، ملح، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، كاري، شطة، بيضة، معايا معلقة كربوناتو صغيرة. من كل حاجة معلقة وسط. معايا هنا فلفل احمر، توم مهروس، بصل اخضر، واحدة ماجي فورية، ومعايا خضرة اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة. معايا كوبايتين دقيق، نص كوباية نشا، كوباية مية كبيرة. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنقطع الزهرة زي ما انت عايزة، بس انا بقطعها اللي هي كأنها زي الزهرة كده. وهبتدي اغسلها كويس جدا تحت مية جارية في الحنفية كويس جدا، لا قدر الله يكون فيها بعد شر يعني دودة اي حاجة، فانا بغسلها كويس عشان اتلاشى اي حاجة زي كده. في نفس الوقت معايا حلة مية على البوتاجاز فيها مية علشان تغلي، عشان هبتدي اسلق القرنبيط. وهحط في المية معلقة ملح ومعلقة كمون كبيرة، علشان طبعا الكمون مهم جدا عشان ما يعملش غازات، يعني زي ما احنا عارفين، عشان القرنبيط قوي قوي يعني، فبقى ايه بتلاشى برضو، فبحط كمون. كده نزلت بالقرنبيط وهسيبه يتسلق. على بال ما يتسلق هبتدي اعمل التتبيلة اللي هي هعمل على مرحلتين. حطيت كده كوباية الدقيق، وعليها معلقة نشا، ومعلقة كربوناتو صغيرة خالص على طرف المعلقة، وهبتدي اقلبها واحطها على جنب. ده خليط اللي هو ببدر بيه القرنبيطة. الخليط التاني اللي هو السايل اللي هشتغل بيه اللي هو الاساسي، بحط هنا كوباية دقيق وعليها معلقة نشا كبيرة، وببتدي احط بقى البهارات اللي قلت لكم عليها، ومن ضمنيها برضو على طرف المعلقه معلقه كربوناتو صغيره. وحطيت البيضه وهبتدي اقلبه كويس، وهنزل بميه مش هنزل بلبن. ليه مش بنزل بلبن؟ لان اللبن بيطر معايا القرنبيطه. انا عايزه القرنبيطه تعمل معايا كرانشي، فبشتغل بالميه. وممكن عاوزاها صيامي ما تحطيش بيضه خالص، فبرضو ممكن تحطي بيضتين تلاتة اللي يعجبك، بس انا بفضل بيضة واحدة عشان انا عايزة القرنبيط يبقى كرانش معايا. حتى برضو لو ما حطيتش البيضة هيبقى معايا كرانش، فانا بدعمها يعني علشان ايه تبقى مغذية شوية، فبحط بيضة. هبتدي بقى انزل بالفلفل الاحمر والبصل المتقطع اللي هو الاخضر، معايا الخضرة كلها من كل حاجة، واخدة الاعشاب من تحت مش واخدة العيدين، والثوم المهروس. وابتدي اقلبها كويس وانزل بالميه لغايه لما كونت عندي عجينه. دلوقتي القرنبيط خلص السوا بتاعه معايا، بسويه سوا متوسط، او يعني اول ما تدخلي في السكينه دخل خلاص، فما ايه مش بهريه قوي عشان ما تتهريش معايا الزهره، لان انا عايزه الزهره تبقى ثابته معايا. وهنزل دلوقتي عليها بميه مثلجه. الميه دي ساقعه، يعني بوقف السخونيه بتاعتها او ان هي تكمل سوا، فبنزل عليها بميه ساقعه. وهبتدي اشتغل في القرنبيطه كده. زي ما قلت لكم انا عملت معايا الخليط السائل، وممكن تكتفي بدوت ما تعمليش تبدري باللي هي اللي بالدقيق والنشا اللي هي الناحيه التانية اللي انا عاملاها كده بالقرنبيط. وهبتدي اقلبه بالراحه بس علشان ما يكسرش مني، وتحتفظ بالزهره زي ما هي. في نفس الوقت برضو حاطه طاسه زيت على النار بتبتدي تسخن معايا، عشان انا هبتدي اقلي. انا كده ممكن اقلي بانيه بالخليط دوت من غير ما احطها في الدقيق، لكن في بيحبوها كده وفي بيحبوها كده، فانا بوريك الطريقتين والاتنين ناجحين والاتنين مقرمشين. وجربي الطريقه دي وهتعجبك. كده انا ببدر الزهره، بنطرها خالص من الدقيق، ما بخليهاش تشرب الدقيق. وبعد كده هبتدي اقلي بقى. الزيت قدح معايا، فهبتدي اقلي الاول البانيه. ببتدي اهرسها بنزلها في الزيت، وتخلي بالك علشان لا قدر الله ما يحصلش حاجه، وتنزلي بالشوكه تهرسيها لان مستويه معايا كويس. وانزل عليها كمان بمعلقه من السايل علشان الزهره لما بتفتح معايا بتبقى فاضيه، فببتدي املاها انا بالخليط، فتبتدي زي ما انتوا شايفين معايا بيبقى منظرها بالطريقه دي. كده هعمل طاسه من البانيه، وبعد كده هبتدي اعمل طاسه من الزهره. الاتنين زي ما قايله لكم بيقرمشوا والله، بس انا ما طلعتش الصوت لاني الفيديو مسجل يعني بقاله كتير، فما طلعناش يعني الصوت. كده خلص معايا البانيه، وببتدي انزل باللي هي الطاسه اللي هي الزهر. زهره، هي شبه الزهر فعشان كده انا بقول عليها زهره. كده الطاسه برضو خلصت معايا، وكده خلص القرنبيط. ويا ريت تجربوه برضو بالطريقه دي هتعجبكم قوي والله. كرانشي كرانشي فعلا ما بيتروش معايا.
ويا ريت تجربوه بالطريقه ديت. زي ما قايله لكم انا بحط كربوناتو، في بيحطوا بيكنج باودر، لا الكربوناتو افضل وبيخليه كرانشي. لو عجبتكم الطريقه دوسوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس واستنوني في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.